السلام عليكم الخوت المغاربة. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنهضر فيه على ونبارك لكم يعني الوصول ديال شركة كوكاكولا للمغرب. يعني هذه الحكومة العبقرية ديالنا يعني قررت انها تفكر كيفاش انها تجيب شركات كبرى كشركة كوكاكولا للمغرب، وباش يعني انها يعني تفتح فرص ديال التشغيل جديدة في المغرب. ولكن هاد الذكاء ديال الحكومه المغربيه مغمس بالكلاخ، مغمس بالتكليخه. يعني اكبر حكومه يعني مكلخه كاينه هي الحكومه المغربيه. واش اوروبا اسبانيا مثلا اللي جرات على كوكاكولا واش غير هكاك، ولا هاد الناس في اوروبا عندهم واحد البعد استراتيجي عميق كيفكروا وتيوجدوا الحلول المشاكل الآنية والمشاكل المستقبلية؟ لا، دوك الناس كيفكروا مزيان وعارفين اش كيديروا، عارفين راسهم علاش جراو على كوكاكولا من البلدان ديالهم. غادي يخسروا واحد يعني قيمة بشرية عاملة في الشركات تاع كوكاكولا، ولكن غادي يربحوا واحد المنظور استراتيجي كيفكروا فيه، ألا وهو يعني الأمن المائي. دوك الناس كيفكروا في الامن المائي للاجيال الانيه والاجيال المستقبليه. لا، حنا عندنا لا، ما تيفكروش، يعني تيفكروا في المداخيل اللي غادي يدخلوا من وراء شركه كوكاكولا ملي غادي تحط الاقدام ديالها في المغرب. واش كتفكروا بان يعني الامن المائي ديال المغرب مهدد بشكل خطير وخطير جدا؟ بلا ما نمشيو بعيد، شوف غير القرارات ديال الحكومه. الحمامات تسدات، يعني كتحل يعني 3 ايام في السيمانه ومنعوها. لافاجات يعني اماكن غسل السيارات كذلك تمنعات. وقلنا هاد الناس راه حقيقة يفكرون في يعني الأمن المائي للمغاربة نتيجة لظروف الجفاف والظروف المناخية السائدة والكارثة التي ممكن أن تعصف بالمغرب وبشعب المغرب. لكن ملي كنجيو كنشوفهم داروا هاد الحركة هادي، ومن بعدها جاوبوا شركة كوكاكولا اللي هي كتستهلك واحد الكمية خطيرة وخطيرة جدا من المياه. ما عرفناش واش ملي غتحط رجليها كوكاكولا في المغرب واش غتستخدم المياه ديال السدود ولا غادي تستخدم المياه ديال المياه الجوفية، ديال المياه المعدنية. كتعرفوا بان المياه الجوفيه في المغرب يعني كلاتها لافوكا، كلاتها يعني الفواكه السوائيه اللي تم غرسها وزراعتها في المغرب لبعض المتنفذين في الجيش المغربي وبعض المتنفذين في الحكومه المغربيه. هاد الناس هما اللي يعني هما كيضربوا الفرشه المائيه، ولا عندهم الفيرمات كبيره في المغرب اللي يعني دمروا الفرشه المائيه في المغرب. يعني كلشي كيعرف القصه ديال لافوكا والقصه ديال الفواكه السوائيه، اناناس وغير 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 وغير. فهاد الناس هادو فعلا طلعت بانها حكومه مكلخه، حكومه لا تفقه في السياسه شيئا ولا في الامن الاستراتيجي شيئا، ولا تفكر في العمق الاستراتيجي او الامن القومي لشعب ما. واش كتعرف شنو هي الامن القومي ديال دولة ما؟ هي المكون الاساسي لاستمرار تلك الدولة او لسقوطها وانتهائها. وهنا كيدخل الماء. الماء العنصر الاساسي للوجود الحياة في مكان ما. واش الحياة كاينة في كوكب المريخ ولا كاينة في عطارد او كاينة في نيبتون؟ لا، ما كايناش. كاينة الحياة على كوكب الارض. لماذا؟ لوجود الماء.
الماء العنصر الأساسي لوجود الحياة على كوكب ما. إذا رجعنا لكوكب المغرب أو كويكب دولة المغرب، فالمغرب مهدد. الأمن الاستراتيجي والأمن القومي المائي ديال المغرب مهدد. وملي كنجيب شركات كبرى عالمية اللي المصدر الأساسي ديال الصناعة ديالها هو الماء، أنا كنبين بأنني مكلخ، ما عنديش بعد استراتيجي، وما كنفكرش بمصلحة هذا الشعب هذا اللي كيعاني، اللي الآن كتسدوا عليه الحمامات، كتسدوا عليه لي ليفاج، وكتسدوا عليه بزاف ديال الأمور. حسبناكم قلنا هاد الناس راه فعلا كيفكروا في الأمن القومي والاستراتيجي والمائي ديال هاد الشعب، خليهم ساندوهم في هاد الفكرة هذه، ونقصوا علينا نقطعوا علينا الدماء ولا هذا. كنقولوا راه الظروف ديال الجفاف راه يعني هي التي أدت إلى إصدار مثل هذه القرارات. ولكن ملي كنجيو نشوف بأن هادو داروا ومشاو لبيو كحلوها، فكنعرف بأن حكومتنا أكلخ حكومة في العالم باش تهدد الأمن القومي المائي. هنا هذه حكومة يا عاملة، وبطبيعة الحال هذوك الناس أغلبية المحكومين عندنا في المغرب فهم يعني يا إما عملاء، يعني ما كيفكروش الحال الوضعية ديال المغرب والاستقرار ديال المغرب. علاش؟ لأن الأموال ديالهم كلها في سويسرا. يعني واحد النهار غتكحال في البلاد الطيارة كلشي طير، ما يخليك حتى المشكلة اللي خلاو لك. فأنا من هذا المنبر كنرفض الوجود ديال شركة كوكاكولا، ما عندناش ما نديرو بها، وما تعطيناش واحد القيمة إضافية كبيرة في البلاد. القيمة الإضافية اللي غتزيدنا في المغرب هو أنها غادي تساهم بتدمير الفرشة المائية في المغرب. ندويو بصراحة وبدون لغة خشن. هذا القرار اللي اتخذوا فهو مجرم في حق هذا الوطن، ومجرم في حق الأمن القومي للمغاربة. بغيتش نتاخد في التفاصيل أكثر، ولكن أكتفي بهذا القدر. ومبروك عليكم شركة كوكاكولا، وأعزيكم في الفرشة المائية للمملكة المغربية. كان هذا معكم محمد قاسمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.